السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. معكم المستر إبراهيم شعبان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هناخد امتحان على ثورة 23 يوليو. بس قبل ما أبدأ في الفيديو ده أنا عايزك تجيب قلم وكشكول وتكتب ورايا الأسئلة دي عشان مهمة جدا جدا جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم واحد، نقطة رقم واحد بيقول لي إلغاء دستور 1923 له علاقة بالسلطة التنفيذية، برهن على ذلك. إلغاء دستور 1923 له علاقة بالسلطة التنفيذية، برهن على ذلك. الإجابة: بإلغاء الدستور تنتهي السلطات الواسعة للملك إزاء السلطة التنفيذية والتشريعية. إذن إلغاء دستور 1923 له علاقة بالسلطة التنفيذية، برهن بإلغاء الدستور تنتهي السلطات الواسعة للملك إزاء السلطة التنفيذية والتشريعية. ده رقم واحد. طب رقم اتنين، ما العلاقة بين ثورة يوليو والإعلام المصري؟ هو كان في علاقة بين ثورة 23 يوليو والإعلام المصري؟ كان في علاقة. طب ايه الإجابة؟ تم إعلان أول بيان للثورة من الإذاعة المصرية باسم محمد أنور السادات. إذن ما العلاقة بين ثورة 23 يوليو والإعلام المصري؟ الإجابة: تم إعلان أول بيان للثورة من الإذاعة المصرية. طب رقم 3، نظرت ثورة يوليو نظرة تقدير لقمة الهرم السكاني. يعني نظروا لقمة الهرم السكاني لمصر، وضح ذلك. طبعا إصدار قوانين المعاشات وأعيدت الحقوق لأصحابها. طب بيقول لك مما درست ما يدل على ذلك. إيه اللي بيدل على ان اعيدت الحقوق لاصحابها؟ الاجابه: قوانين الاصلاح الزراعي وتوزيع الاراضي على الفلاحين. اذا نظرت ثوره 23 يوليو نظرة تقدير لقمة الهرم السكاني لمصر. اصدار قوانين المعاشات واعيدت الحقوق لاصحابها. طب مما درست ما يدل على ذلك: قوانين الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على الفلاحين. أعيدت الحقوق لأصحابها. مما درست ما يدل على ذلك: قوانين الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على الفلاحين. بيقول لي دلل. النقطة اللي بعديها بيقول لي دلل. استفادت الزراعة من اهتمام ثورة 23 يوليو 1952 بالصناعة. هي استفادت الزراعة بالصناعة؟ السؤال بيقول لي استفادت الزراعة من اهتمام ثورة 23 يوليو 1952 بالصناعة. الإجابة: مصنع الأسمدة في أسوان. الإجابة: مصنع الأسمدة في أسوان. إذا عرفنا إن استفادت الزراعة من اهتمام ثورة 23 يوليو 1952 بالصناعة. عرفنا مصنع الأسمدة في أسوان. طب النقطة اللي بعدها بيقول لي كانت للمعاهدات السياسية أثرا ديموغرافيا، وضح ذلك. كانت للمعاهدات السياسية أثرا ديموغرافيا، وضح ذلك. طبعا هنقول الإجابة: معاهدة 1936 أدت إلى إرهاق الاقتصاد المصري وزادت من معاناة أفراد الشعب وانتشر الفقر والجهل والمرض. إذن كانت للمعاهدات السياسية أثرا ديموغرافيا، وضح ذلك. الإجابة: معاهدة 1936 أدت إلى إرهاق الاقتصاد المصري وزادت من معاناة أفراد الشعب وانتشر الفقر والجهل والمرض. كده احنا عرفنا إن المعاهدات السياسية أثرا ديموغرافيا. عرفنا إن معاهدة 1936 أدت إلى إرهاق الاقتصاد المصري، يعني ما فيش اقتصاد، أدت إلى إرهاق الاقتصاد المصري. وزادت من معاناة أفراد الشعب وانتشر الفقر. خلاص بقى، خلاص
هو مفيش اقتصاد ميت. انت عندك اقتصاد ميت. ايه اللي هيحصل؟ طبعا زاد من معاناة افراد الشعب المصري، وانتشر الفقر والجهل والمرض. وانتشر الفقر والجهل والمرض. اتنين، دلل لم تحقق الثورة كل أهدافها. الثورة ما حققتش كل أهدافها، حيث حققت بعض أهدافها. دلل لم تحقق الثورة كل أهدافها، حيث حققت بعض أهدافها. لم تحقق حياة ديمقراطية سليمة، يعني مش ما حققتش حياة ديمقراطية سليمة. حياة ديمقراطية سليمة يعني حرية، يعني مشاركة، يعني أقول الرأي بتاعي من غير ما اتحبس. ما حققتش ذلك. إذن ده اللي لم تحقق الثورة كل أهدافها، حيث حققت بعض أهدافها. لم تحقق حياة ديمقراطية سليمة. كان حزب واحد بس اللي بعد الثورة. طبعا احنا عرفنا كان عندنا كان كذا حزب. ما حققتش أهدافها. إن كان